السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في عالم الحلويات. اليوم وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله الاخوات الاخوان غادي نحضر معكم واحد البغرير البنات اللي كيجي غزال، بغرير ديال الزمن الجميل، البغرير اللي كانوا كيوجدوه الوالدين ديالنا بدون مواد. البغرير غزال البنات، وبغيتكم هذا البغرير تجربوه العشاق البغرير لسيدنا رمضان الابواب، الله يبلغنا ليه سالمين وغالمين ان شاء الله يا ربي، بالصحيحه والسلامه وطول العمر للجميع. البنات هذا البغرير كيجي شهوه منه، محمر فتي غزال ما معجنش. هانتوما كتشوفوا كيفاش داير البغرير شهده البنات، وراه كيتفتت غير بوحدو، راه داير بحال الكسكسو. مني كانوا ناكلو الكسكسو. غزال هاد البغرير جربوه ردوا عليا. ان شاء الله بسم الله على بركه الله ندوزو للتحضير. وهانتوما معايا، ما تنساونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. نبداو على بركه الله. بسم الله. ما نساو الصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البنات القصريه ديالي اللي غادي نجن فيه هذا البغرير، البغرير على اصوله. عندي هنايا زلافه ديال السميده البنات اللي كندير بها الكسكسو، وزلافه ديال الدقيق الابيض. باش ما عبرتو عبروا السميده وعبروا الدقيق الفورس. حطيتهم في القصريه ديالي ونخلطهم مزيان. عندي هنا الخميره حبيبات ولا الخميره طريه، كنديروا الكميه اللي غادي تخمر لنا هذا البغرير. وكنزيد الملحه على حسب الذوق. صافي البنات، وهنا غادي نزيد الماء يكون سخون باش تخمر لنا العجينه ديالنا. غادي ندير الماء اللي غادي يخلط لي هذا الدقيق. غادي نخلط مزيان الدقيق حتى ينسجموا لي الدقيق مع السميده والخميره. كنخلطهم مزيان ونخليهم يرتاحوا لي واحد 5 ديال الدقائق بين داك السميده كترطب لنا شويه. صافي البنات نخليوها ترتاح لنا 5 ديال الدقائق. بعد ما ارتاحت لي 5 ديال الدقائق هي كتلقاها شربات. دابا غادي ندوز نحيد المعلقه ديالي وغادي نخدم بيديا. هنا في هذه المرحله البنات اللي بغات تخدم بالخلاط تخدم، ماشي مشكل. ديروا في الماكينه، ديروا في العجانه، ماشي مشكل. انا غادي نخدم بيديا، ندير لكم البغرير على اصوله. غادي نبقى نخدمو غير بيديا البنات حتى تولي لي العجينه ملسه بين يدي. انا كنضربها وانا كنزيد شويه د الماء حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. مرحبا بالناس القدام والناس الجداد ولا الناس اللي دخلوا عندي واشتركوا معايا. وإلا عجبتكم عالم الحلويات تفعلوا معها وشجعوها باش دائما تجيب لكم الوصفات الصحية والسهلة والاقتصادية وفي المتناول للجميع. العجينه البنات هي ولات لي ملسه بين يديا. دابا غادي نتركها تخمر لي شويه. ها هي بعد ما خمرات
طلعات فيها الخميره وتكشكشات. هانتوما تشوفوا ولات العجين خفيف ولا ملس. دابا غادي هاد المرحله مهمه البنات ديروها للبغرير باش كيجيكم بغرير خفيف وكيجي مفشفش وكيجي كيف الشهده. كنجيب المغرفه ديالي اللي غادي نغرف بها البغرير، وكنبقى نضربها مزيان بحال اللي كندوزها في شي هاشوار حتى كتخفاف لي وتعطيني داك الرغوه من الفوق العجين ديالي. وغادي دابا نجيب المقله. دائما البنات عندي المقله خاصه بالبغرير، كندير فيها 3 ديال المغرفات ونوضعها فوق العافيه تكون مجهده. وكتشوفوا البغرير كيفاش كيطلع وكيولي البنات كيجي شهده، البغرير كيجي غزال. من بعد البنات ما ساليت الاولى كنولي نبرد المقله ديالي، كنبردها بالماء بارد وعاد كنخوي فيها العجين. على نتوما تشوفوا البغرير كيفاش كيطلع. منين تلقاو البنات الاخوات البغرير كيدير لكم ديك الشهده من الفوق والرغوه، عينوا البغرير راه ناجح وكيجي فتي. راه ماشي هي يتقب وتقولوا راه البغرير راه زوين، راه البغرير حتى في المذاق ديالو ويجي فتي ما يجيش معجن. هانتوما كيطلع وكنشوف البغريره ديالي حمارت من التحت ديالها. كتجي البغريره مدهبه البنات وطايب على حقه وطريقه. كنطيب البغرير وكنحط بعد ما ساليت الكميه ديالي د البغرير. هانتوما تشوفوا كيفاش جا. والله البنات نعيا نشكر هذا البغرير وخصكم تجربوه وتذوقوه وعاد تردوا عليا. هذه البغريره محمره على حقها وطريقها. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديالي اليوم، واللي عشاق البغرير وكيجي زوين البنات في رمضان خفيف للفطور وحتى للسحور غزال. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نقدم البغرير ديالي. انا كنقدمه بالزيت العود وانتم الاختيار ديالكم باش ما بغاو يقدموه الزبده بلديه العسل، كل واحد وعلى الذوق ديالو باش كيقدم البغرير. انا دائما كنديرو بزيت العود. يلا هالبنات هنا الفيديو ديالي غادي يسالي، وهنا غادي نخليكم وبسلامه عليكم. نتلاقى معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. جربوا البغرير وردوا عليا. هانتي البغرير ديال الزمن الجميل، البغرير كيجي مفتت البنات وكيجي مسنف غزال، والله ما تقنعوا منه.